السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين. ان شاء الله انتوا عارفين ان بكرة يوم عاشوراء، ويوم عاشوراء من الايام المهمة جدا جدا واللي لازم نصومها، وما ينفعش ابدا ان اليوم ده يعديك اطلاقا. طيب تعال شوف سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال ايه عن يوم عاشوراء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوم عاشوراء احتسب على الله انه يكفر السنة التي قبله. عارف يعني ايه انه يكفر لك سيئات سنة كاملة من الصغائر؟ يعني الموضوع مهم جدا، ويعني انك ما ينفعش ابدا تعدي اليوم ده بدون صيام. هتقول لي الجو حر شديد الحرارة مش هنقدر نصوم. هقول لك انا عارف جدا، ولكن يستحق لما يكون يوم واحد يكفر لك سيئات سنة كاملة، فهو يستحق اننا نصبر ويستحق اننا نصوم. طيب صيام يوم عاشوراء ده جه ازاي، او النبي صامه ازاي؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة فوجد اليهود يصومون هذا اليوم، شافهم بيصوموا اليوم ده فسألهم وقال لهم: لماذا تصومون هذا اليوم؟ قالوا: هذا اليوم نجى الله فيه موسى عليه السلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لهم: نحن أحق بموسى منكم، احنا أحق بموسى منكم، فلئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر. يعني لو أنا عشت السنة اللي جاية هصوم تسوعة مع عاشوراء. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام مات قبل أن يصوم تسوعة. طيب هتقول لي: طب انا اصوم بقى التاسع والعاشر، ولا العاشر والحداشر، ولا اصوم التاسع والعاشر والحداشر؟ اجيب لك بقى ايه المختصر المفيد في الموضوع ده. اكمل الموضوع انك تصوم الثلاث ايام، يعني تصوم تسوع وعاشوراء واليوم الحادي عشر ان شاء الله. طيب اللي بعده انك تصوم تسوع وعاشوراء، او تصوم عاشوراء واليوم الحادي عشر. طيب لو انا صمت بقى عاشوراء بس ما صمتش تسوع، ما عرفتش اصلا، او عرفت او ما عرفتش يعني، ولكن ما صمتش تسوع وعايز اصوم عاشوراء بس، و11 ده مش هصومه برضه، مفيش اي مشكله، لا حرج عليك، يبقى تصوم يوم عاشوراء لانه مهم جدا جدا جدا. طيب بغض النظر بقى عن يوم عاشوراء كمان، انه الصيام، يعني صيام يوم واحد. شوف النبي عليه الصلاه والسلام قال ايه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا، يعني 70 سنه. يعني انت متخيل؟ طيب ده مجرد يوم عادي. لو انت صمت يوم عادي ربنا يبعد وجهك عن النار 70 خريف. طيب ما بالك بقى بيوم عاشوراء اللي هو بيكفر سنة، بيكفر ذنوب انت عملتها طول 365 يوم. طيب وكمان النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا ايه؟ قال: الصيام لا عدل له. عارف يعني ايه لا عدل له؟ يعني لا مثيل له. يعني مفيش عبادة ابدا اطلاقا تضاهي الصيام. ليه؟ قال العلماء: لان كل العبادات او اغلب العبادات ممكن يدخل فيها النفاق والرياء، ما عدا الصيام. الصيام عمره ابدا ما يدخل فيه نفاق او رياء. يعني الصلاة مثلا ممكن الواحد يصلي عشان الناس يقولوا عليه ان هو بيصلي. الزكاة ممكن واحد يزكي عشان الناس يقولوا عليه ان هو سخي وكريم. اغلب العبادات ممكن الانسان يعملها عشان خاطر الناس، او عشان الناس يقولوا عليه ان هو سخي وكريم والكلام ده كله. الا الصيام ما يدخلش فيه ابدا النفاق والرياء. ليه؟ لانه مستحيل ابدا ان واحد يصوم يوم في هذه الحراره، خاصه في الحراره الشديده دي، ويصوم يوم كامل رياء عشان الناس تقول عليه ان هو صايم. بل ربما الصيام بالذات الانسان ما حدش يعرف ان هو صايم، لانه اغلب الناس لما بتصوم بتبقى ما بتطلعش من البيت يعني، فبالتالي ما فيش حد بيعرف ان هو صايم كتير. فبالتالي الصيام النبي عليه الصلاة والسلام قال لا عدل له. عشان كده، عشان هو مهم جدا، عشان مفيش رياء، مفيش واحد هيستحمل الحرارة الشديدة دي كلها أبدا أبدا، إلا إذا كان الصيام ده خالصا لوجه الله تبارك وتعالى، خالصا لوجهه الكريم. فأعتقد كلنا عندنا ذنوب كتيرة قوي، وأعتقد إننا يعني محتاجين لليوم ده، ومحتاجين إننا نكفر الذنوب اللي عندنا. أعتقد إن القلب يعني مليان. اعتقد ان الشيطان ضحك علينا كتير طوال 365 يوم. اعتقد ان الواحد محتاج ان يتوب ويرجع لربنا سبحانه وتعالى في اليوم ده. فانت ما تفوتش الفرصة العظيمة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: ان لله عز وجل في ايام دهركم لنفحات ألا فتعرضوا لها. ربنا سبحانه وتعالى بيبعت لك هدايا، بيبعت لك عطايا ومنة وكرم من الله عز وجل، إنه كل حين وآخر يبعت لك كده بعض الأيام، يعني زي العشر الأوائل من ذي الحجة، زي يوم عرفة، زي شهر رمضان. كل فترة كده يبعت لك أيام فيها نفحات ورحمات، ودي رحمة ومنة من الله عز وجل عشان ربنا يغفر لك. فيعني ما تعديش اليوم ده كده أبدا. وما تنسانيش من خالص دعواتك، وتدعي لاخواتك المستضعفين في كل مكان،
ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.